المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. توضيح حول امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية، تقييم التعليم في أعالي القاش، تنظيم أسبوع المدارس في نقفة، برلمان بريطانيا يرفض مجددا اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، إثيوبيا وفرنسا تفتحان صفحة جديدة في العلاقات، الطائرة الإثيوبية المنكوبة تكلف بوينغ 24 مليار دولار. السلام عليكم ورحمة الله. قدم المعهد الوطني للتعليم العالي والأبحاث توضيحا مهما للطلاب حول امتحانات الشهادة الثانوية الوطنية المقرر إجراؤها في الفترة من 18 وحتى 23 من مارس الجاري في الداخل والخارج. وفي التوضيح الذي أدلت به الدكتورة بسرات قبرو مديرة مركز الامتحانات في المعهد الوطني في 13 من مارس الجاري، قالت بما أن الامتحانات تعد نقطة تحول في حياة الطلاب، فينبغي عليهم ضرورة الإلمام بالمعلومات المقدمة والمعرفة الكافية فيما يتعلق بطرق وأسلوب الامتحانات، موضحة بأن الامتحانات وحسب المواد الدراسية تعتمد من 70 إلى 80% على الاختيار، فيما يتم الإجابة على النسبة المتبقية كتابة. وأشارت إلى أن الامتحانات تشتمل على 13 مادة دراسية، ولا يعني ذلك أن الطالب الواحد يمتحن في كافة المواد، لكن المادتين الإنجليزية والرياضيات إلزامية على كافة الطلاب، ويمكن للطالب اختيار 3 أو أكثر من المواد الأخرى حسب ميوله. وشددت الدكتورة بسرات على أهمية احترام المواعيد أثناء الامتحان، ويجب على الطالب الحضور في الزمن والمكان المحددين، ولا يجوز التأخير، داعية الطلاب للاستفادة الجيدة من الزمن المحدد للامتحان. وأوضحت أن إدخال برمجيات حديثة فيما يتعلق بالجلوس المتقارب للطلاب أثناء الامتحانات وإعداد مواد مختلفة. دعا الاجتماع التقييمي للتعليم في مديرية أعالي القاش المجتمع عامة للمساهمة في رفع المشاركة في التعليم والتي لا تتماشى مع انتشار المدارس. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ فقاد قبرهوت إن الجهود تبذل بالتعاون مع المواطنين والإدارة لتحسين المشاركة في التعليم. وأشار الاجتماع إلى فرص التعليم حتى في المناطق البعيدة، غير أن عدد الطلاب ونتائجهم متدنية. وذكر عن ارتفاع نجاح الطلاب في الامتحانات نصف السنوية، وحث لرفع دور المجتمع لحل النواقص. نظم في مديرية نقفة أسبوع المدارس لتعزيز مشاركة الطلاب في المناشط الثقافية والرياضية إلى جانب التعليم الأكاديمي، واشتملت المناشط على منافسات كرة القدم وألعاب القوى وسباق الدراجات والفعاليات الثقافية الفنية بمشاركة كبيرة للطالبات. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ عبد الله صالح في ختام الأسبوع المدرسي إن الأسبوع هدف لتبادل التجارب والتعارف بين الطلاب واستكشاف قدراتهم ومواهبهم وتدعيمها، داعيا لدعم المجتمع والمؤسسات الحكومية لتوسيعه مستقبلا. وقدمت في الختام الجوائز للفائزين بمستوى الأفراد والمدارس في المنافسات المنظمة. نظمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية عرزة نفير تنموي بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة، واشتمل النفير الذي جرى في 22 ضاحية على حماية التربة وحفظ المياه ونظافة البيئة. وقالت مسؤولة الاتحاد في المديرية السيدة تابوتو كستين أن مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية تجاوز 70% بفضل الوعي والتأطير. وأكدنا المشاركات في النشاط التنموي على جاهزيتهن للدفع بالبرامج التنموية تماشيا مع رسالتهن مع مرحلة السلام الراهنة. وقفة مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار.
رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل، فيما يعمق أزمة البلاد ويجبر البرلمان على اتخاذ قرار في غضون أيام بشأن ما كان سيدعم خروجا دون اتفاق أو يسعى لتأجيله في اللحظات الأخيرة. وصوت البرلمان ضد الاتفاق المعدل بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها ماي في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد في تبديد مخاوف منتقديها. ويضع التصويت خامس أكبر اقتصاد في العالم في حالة غموض دون سبيل واضح للمضي قدما، حيث بات الخروج من الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس أو إجراء انتخابات مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر، كلها أمور محتملة الآن. وقال الاتحاد الأوروبي أن احتمالات الخروج دون اتفاق زادت كثيرا، لكن لن تكون هناك مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال. وقعت إثيوبيا وفرنسا على أول اتفاق بينهما بشأن التعاون العسكري يشمل مساعدة الدولة الحبيسة في بناء سلاح للبحرية، بينما تسعى باريس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر دول إفريقيا سكانا. ويريد ماكرون أن يستغل مزيجا من قوة باريس الناعمة في الثقافة والتعليم ومعرفتها في المجال العسكري للحصول على موطئ قدم في وقت تنفتح فيه إثيوبيا. يشمل الاتفاق أيضا التعاون الجوي والعمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء العتاد. ووقعت كذلك اتفاقات لتطوير إرث إثيوبيا الثقافي، وستقدم باريس 100 مليون يورو لمساعدة إثيوبيا على التحول الاقتصادي. تكبدت شركة بوينغ الأمريكية خسائر فادحة في أسواق المال خلال اليومين الأخيرين، عقب إعلان عدد من دول العالم إجراءات بشأن طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي منيت بكارثتين جويتين في غضون أشهر قليلة. وبحسب بلومبيرغ فإن شركة بوينغ التي ما زالت تدافع بشدة عن سلامة الطائرة خسرت 24 مليار دولار من قيمة رأس مالها في السوق وسط تحرك عالمي ضد المركبة. غطت سحب من الدقيق المطحون الملون شوارع بلدة جالاكسيدي اليونانية أثناء احتفال السكان والزوار بمهرجان حرب الدقيق، حيث يتبادل المشاركون إلقاء أكياس الدقيق المطحون على بعضهم البعض. وارتد المئات نظارات وسترات واقية بالمهرجان الذي شهد استخدام أكثر من 2.5 طن من الدقيق وزعتهم بلدية البلدة على المشاركين. ويعود تقليد الاحتفال إلى عهود الحكم العثماني لليونان، حين تحدى السكان منع السلطات للكرنفالات بطلاء وجوههم بالرماد والرقص عبر شوارع البلدة، حتى تطورت فكرة الكرنفال وحل الدقيق محل الرماد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.